شعرك ضعيف بهتان ما بيطولش بيتكسر او بيتقصف بسرعه، يبقى الفيديو ده ليكي. كملي معايا الفيديو للاخر وانت تعرفي بمكون واحد بس نقدر ان احنا نرجع شعرنا زي ما كان تاني بقوه وبحيويه وبلمعه. وكمان لو في فراغات هنملاها، لو في مشاكل في فروه الشعر، في قشره، في ضعف، هنملاها بمكون واحد بس اللي هو من خير الطبيعه، حاجه ربنا خلقها لنا. زي ما انتم شايفين كده ماسوره من عند الجزار، وانا الماسوره بتاعتي دي ماسوره جملي. نقدر نستعمل جاموسي، جملي، بقري، بس الجملي بيبقى افضل لان بيبقى العناصر فيه اقوى واكتر. مفيد جدا جدا، فيه كولاجين طبيعي للشعر وللبشره ولفروه الراس. اهو زي ما انتم شايفين كده انا بخلي الجزار يكسرها لي واحطها في الحله تستوي، تقعد معايا فترة طويلة 6 7 ساعات على النار علشان تنزل كل النخاع اللي موجود فيها ده. وبعد كده اروح بعد ما تستوي اخليها في التلاجة لحد ما طبقة الدهن بتاعتها تتكون. وبعد كده اروح واخداها حطاها في طاسة زي ما انتم شايفين كده. طبعا طول ما احنا سامعين الصوت ده يبقى لسه فيها مية، لازم انا اطلع المية منه خالص علشان ما يعفنش معايا وعشان استفاد منه الاستفادة الكاملة. اهو زي ما انتم شايفين كده دلوقتي انا كل الميه اللي موجوده عندي في النخاع طارت، وموجوده عندي دلوقتي زيت النخاع بس. هستنى لما يبرد شويه علشان البطرمان عندي ما يطقش، وبعد كده هروح مصفياه علشان ما يبقاش فيه اي شوائب ولا اي حاجه. انا عايزه خلاصه الزيت بس. طبعا مكون رهيب. هسيبه بقى بره التلاجة لحد ما يهدى خالص، وبعد كده ارجع بقى احطه في التلاجة. ده بقدر اعمل، ممكن ادهنه على شعري بالشكل ده كده لوحده، ممكن احط عليه زيوت تانية عشان كمان تقويه وتحفزه، لكن هو ممتاز جدا. ده بمثابة البروتين او الكرياتين للشعر. بينظف فروة الراس من القشرة، كمان بيقوي فروة الراس وبيدينا التغذية اللي فروة الراس محتاجة لها والبصيلة محتاجة لها. ده شكله بعد ما بيبرد معايا خالص انا بحطه في التلاجة او ممكن احطه بره. ده ممكن يقعد معايا سنة كاملة ما يبصش، لاني انا بالطريقة اللي انا عملتها فيه طلعت كل المية اللي فيه. اصبح عندي هنا زيت النخاع. زيت النخاع عندي ممكن اخليه سنة كاملة عندي ما بيتأثرش، ما بيحصلوش اي حاجة. هو زيت خفيف جدا. مجرد ما بحطه في ايدي كده واسيحه بيتفرد خالص. ممكن احنا نعمله لما نيجي نستخدمه، ناخد الكميه اللي احنا محتاجين لها نحطها على حمام بخار. ممكن نضيف عليها زيت خروعه، زيت لوز، ممكن نضيف عليها اي زيوت موجوده عندنا متاحه ونحطها على شعرنا. نحطها فتره قد ايه؟ ساعتين 3 4. كل ما بتحطيها على شعرك وكل ما بتحطيها على فروه الراس وتديني شعرك كله النخاع بيغلف الشعريه. شايفين اللمعه في ايدي عامله ازاي؟ هو بيدي تغليف للشعريه وبيخليها مع الاستمرار، مع الاستمرار وكثره الاستعمال تحسي ان الشعريه اتنفخت ونفشت كده وما بقتش بهتانه، ما بقتش ضعيفه، ما بقتش ملمسها خفيف، لا، بتلاقي الشعريه نفسها منفوخه. وكمان بتديكي قوام حلو جدا، بيبقى ما فيش تقصف ولا هيشان ولا تساقط. كل الاعمار من سنه لفيما فوق نقدر ان احنا نستخدمه. بنستخدمه قد ايه؟ مرتين 3 في الاسبوع. نقدر لو احنا نقدر نعمله مرتين او 3 حمل شعرنا، بالذات لما يكون الشعر متقصف او هايش او تالف او تعبان في الفتره الاولانيه. بتاخدي مفعول من اول مره، بتاخدي نتيجه جباره من اول مره. بس اي علاج للشعر دي طبعا مداومه، لازم ان احنا نفضل مداومين على الماسكات اللي بنعملها للشعر. بنعالج من جوه، لو عندنا انيميا نعالجها، لو عندنا ضعف او قله تغذيه او نقص في الفيتامينات والمعادن، كل ده لازم ان احنا نعوضه لجسمنا. ده من جوه. من بره نقدر ان احنا نعمل ماسكات، وهعمل لكم ماسكات كتير قوي قوي بزيت النخاع وبوصفات تانية كتير برضو علشان نرجع شعرنا تاني، نعمله ترميم تاني، ونبعد عن اي حاجه فيها كميات، نبعد عن اي حاجه بتصرف فلوسنا وفي الاخر بتبوظ بصيله الشعر وبتبقى هي السبب في ان شعرنا بيتحرق وفروه الراس نفسها بتضعف وبتبقى مجهده والبصيله نفسها بتموت الشعرات اللي فيها. دي كده الوصفه بتاعتي. لو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد انا بعمله، وانتظروا مني فيديوهات كتير هعملها من النخاع ومن غير النخاع. ولو جربوها واكتبوا لي في التعليقات لما تلاقوا منها نتيجه قولوا لي ايه النتيجه اللي انتوا وصلت لها. السلام عليكم.